ايوه ماما. ايه ازيك عامله ايه؟ انا بقيت كويس الحمد لله. لا دول شويه حموضه من امبارح كده من المحشي اللي كلناه. لا المحشي بتاعك جميل. لا انا اللي بوظته، حطيت عليه ليمون ومساحيق وحاجات كده. لا انت تسلم ايدك طبعا. لا يا ماما، رنين مغناطيسي ايه مش مستاهله. يا حبيبتي انت هتروح عند خالتي اعتماد؟ اوكي. لا يا ماما مش هينفع خالص، انا عندي تصوير طول اليوم ومشهد تاريخي وشغلانه. بعدين بصي بصراحه انا جوز خالتي ده ماليش فيه خالص. ماما بقول لك ايه، وانت رايحه لخالتي ما تاخدي المحشي بتاع امبارح لجوز خالتي. لا مش هو اللي هينبسط، انا اللي هنبسط. ماشي يلا، مع السلامه. مع السلامه. احمد عزت، عايزك في حاجه مهمه قوي. ايه تعالى حبيبي. عندي الجمله دي وهقولها دلوقتي بس مش عارف اقولها. جات لك جمله؟ الف مبروك. وريني. بقيت حامل يا حبيبي، بقيت حامل. الله حلوه قوي الجمله دي يا عزت. حمل ايه يا احمد؟ إيه؟ اللي تحتيها اخيرا انا باب. انت عامل الاب؟ انا افتكرتهم حاطين لك الحامل عشان تبقى انت. لا اوكي اب حلو قوي. ماشي يلا سمعني ادائك كده. اخيرا انا باب. دي فرحه اب دي فرحه واحد شغل التكييف يا عزت انا عايز سعاده الابوه. ها يلا. اخيرا انا باب. لا ده هبل يا بابا، ما تعملش ده خالص. السعاده بص يا عزت، وانت اب انت السبب في اللي حصل، فيكون في فخر كده، فاهم؟ فخر الابوه. اخيرا يا باب. معلش هدي كده ثانيه واحده. ممكن ما تجودش ممكن. حاضر. خليك معايا. ماشي. ضحكه الفخر يا عزت، افتكر اللي هي اخيرا هبقى اب. كده مش غرور؟ لا الغرور ما فيهاش اللي في الاخر. خد مني كده يلا. اخيرا انا باب. حلو قوي. بص بقى هنزود بعد كده اللي هو المسؤوليه. هم ولا فخر يا احمد؟ الاتنين يا عزت. لازم تمسك كل خيوط الشخصيه عشان المخرج ما يوجهكش. لو المخرج وجهك هيركبك يا معلم. طب بص كده الهم. يلا. اخيرا انا باب. جميل. هنزود بقى في عمق الشخصيه شويه شك. انت دلوقتي الاب، لكن تعرف منين ان انت الاب الحقيقي؟ مش يمكن حد تاني؟ شفت الاستاذ محمود ياسين في الجلسه السريه؟ ما شفتوش. عزت ما شفتش محمود ياسين وعايز تبقى اب؟ معلش هنتصرف خلاص. شعر لي الشك كده على اللي انت قلته ده. اخيرا انا باب. حلو، الهم هرب منك، ارجع للهم. اخيرا انا باب. ضحكة الفخر بقى. شعر مسؤولية كده من ورا، على خفيف. لا في الجملة ركز معايا. اخيرا انا باب. سعيد، اسعد. اخيرا انا باب. اخيرا انا باب. افخر. ايوه اخيرا انا اب. مع الضحكة. لا من غير هبل. شعر احمد ده كتير قوي مش عارف اجيبهم كده. معلش هو ورا بعض، هي الشخصية مركبة. يلا مركبة. اخيرا يا باب. ضحكة الفخر. تاتش الهم. اخيرا يا باب. الغي الهبل. شيل طبيعي بقى. ايوه. اخيرا يا باب. عزت اللي انت عملته ده حلو قوي. انا حاسس ان الجمله دي هتوديك في مكان تاني خالص. انت ممثل مش اقل مني. ربنا معاك. احمد. لا هيصوروا. لا عزت هيصور. يلا اهو عزت جاهز. يلا حبيبي يلا اشفط بطنك، جهز نفسك، وفر طاقتك. مفيش مخرج يركبك. فخر، هم، ضحك، بره، اطلع. الواد ده هيكسر الدنيا. يلا داير اند اكشن. مبروك يا حبيبي، انا حامل. اخيرا يا باب. كات. هو ايه المضحك في كده يا استاذ؟ ده يا استاذ الفخر مع السعاده. فخر يا اخويا؟ مع السعاده. فخر وسعاده بيعمل الهبل ده؟ نلتزم بالورقه لو سمحت. انا اسف يا استاذ. يلا كمان مره. داير. يا حبيبي بقول اكشن ممكن؟ حاضر يا استاذ انا اسف. يلا اند اكشن. اخيرا يا باب. كات.
ايه ده بقى؟ ده حضرتك الهم مع المسؤوليه. انت ضارب حاجه يالا؟ لا والله. يا استاذ دي جمله صغيره. اخيرا هبقى اب. لا يا استاذ، مفيش حاجه اسمها جمله صغيره ولا جمله كبيره، دي شخصيه وليها مسؤوليه وليها ابعاد. انت مين يا ابني اللي قال لك الكلام ده؟ استاذ احمد. استاذ احمد مين؟ استاذ احمد امين اهو. استاذ احمد امين. لا بص يا حبيبي، خليك مع الاستاذ حمدي المخرج. اخر فرصه ليك. حاضر يا استاذ. يلا اند اكشن. الواد ده يمشي بره. لا يا استاذ، سيبوني اطلع ادوني بره. فرصتي. بره يا ولد. استاذ مش بره. حاجه ولا شخصيه مركبه. بره. اقول جمله بره. واحده بس يا استاذ، ارجوك سيبوني. يلا. سيبوني. غبي نسي الشك. طبعا الامهات انواع، ولو عايز فعلا تدرس انواع الامهات دراسه دقيقه في 3 طرق مش هتخرج عنهم. اما انك تروح اجتماع اولياء الامور في المدرسه، وده طبعا لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، او انك تشترك في جروب واتساب بتاع الامهات اللي في المدرسه برضو. بس انا الجروب ده ما انصحش بيه، لانه هيدمر لك حياتك الشخصيه، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. او انك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحه بالتحديد يكون التصنيف ادق واوضح. وانت قاعد في تمرين السباحه كده بالعين المجرده هتلقط اول نوع من انواع الامهات، وهي الام الاخطبوط. دي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه. الاخطبوط ظريف بالمناسبه. دي بقى الخبره كلها. دي بتبقى ام بقالها فتره محترمه، معاها 3 اطفال، وانت طالع هرسك كل الحاجات في كل الاوقات. توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بايد، الشورت بالايد الثانيه، الجزمه والشراب بالايد الثالثه في نفس اللحظه، تلبسه المايو والنضاره والبونيه والزعانف في حركه واحده. لا وايه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع اخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جباره. في عندك بقى الام المتكهربه اللي هي انا بسميها الفولت العالي. دي بقى ام مذعوره مرتفعه التوقعات، بتبقى مرعوبه ان ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب باي شكل، او انه يبقى متخلف عن اصحابه باي نسبه، ان شاء الله 3 سم. عادي جدا انك تسمعها بتحلف الكابتن ان غياب ابنها عن التمرين الاربع اللي فات مش هياثر على امكانيه اشتراكه في سباق 100 متر فراشه في اولمبياد 2030 ان شاء الله، ويسجل رقم قياسي في بطوله العالم للناشئين. وتروح طبعا تقعد متوتره هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون. هم الاولاد ما خدوش هوم ورك عربي؟ حضرتك هوم ورك. طب تحب اكلم المدرسه؟ طب اروح للاداره؟ طب اصعد الموضوع للوزاره؟ طب تسالي لي الباقي الله يخليك تردي عليا. انا مش عارفه اعمل ايه. الهوم ورك العربي الولد بيضيع مني، انا مش عارفه اعمل ايه. الولد اساسا في تانية حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه. دي ما مش قصه. ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد 3 رابع صف، عشان الفولت العالي الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال يعني. في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كأنه حد تاني. دي بتبقى مش عارف هي رايحة ولا جاية، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو. يعني مثلا تقول لابنها ايه، يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك؟ ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك. انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني، وهي بترد تقول له ايه، ماما مش سامعاك. ماما سمع ماما، علي صوتك. تقول له ماما برضو. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه. دي بقى ايه تناقض غير طبيعي. عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض. تلاقيها ماسكه ابنها سلخاه زعيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايو، طلعت روحي ايه قله الادب دي، مش قاعد انادي عليك من الصبح يا زفت انت واد مقرف. مين حبيب قلب ماما؟ انت بوسه بقى يا اختي. الله سكره دي. دخل رجلك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس. والله يا حبيب مامي بموت فيه موت. حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت اتعدل. يعني رايحه منها خالص يا عيني، هربانه منها. الولد بقى تلاقيه عامل تعبير واحد في الحالتين، في الشتيمه وفي البوس، تلاقيه عامل كده. شوهته عاطفيا خالص يا حرام. في بقى ايه في تمرين السباحه برضو الام المثاليه بالنسبه لي انا، او تقدر تسميها الام الكلاسيكيه، ام الستينات، ام المصريين، حاجه في الحدود دي. دي بتلاقيها قاعده لابسه كلاسيك جدا، كل حاجه مكويه جدا، جزمه بتلمع، يعني تحس ان هي رايحه الشغل بالنهار مش حمام سباحه خالص، انها فارق شعره من الجنب، لابس مايو كحلي محافظ، مفيش بقى سبايدر مان وسبونج بوب وقله القيمه دي خالص. جوزها قاعد جنبها افندي في نفسه، مزرر كل زراير القميص بما فيهم الرقبه والكمين. هم بيبقوا كلهم كاسره عاملين تعبير واحد بس على وشهم ما بين الضيق والتاثر، عاملين كده. خد بال حضرتك، في حاله فظيعه من الوقار
الكلام في اضيق الحدود. ودول بقى اللي تلاقيهم بينادوا بعض ايه بيا ماما ويا بابا. تقول له ما تنساش يا بابا معاه الدرس التشيلو بتاع الولد بكره، يقول لها حاضر يا ماما. حاله كده مش بتاعت النهارده خالص، ستينات. وفي بقى طبعا الام الرايقه بقى، لا دي عسل بقى خالص، دي ضربه الدنيا طبنجه وضربه شعرها طبنجه او اصفر يعني حاجه زي كده. في نفس الوقت تلاقيها قاعده مبتسمه تشاور لابنها باي باي كده كل ساعتين ونص او كل تمرين والتاني، عارف، سبت واربع تطمن عليه، بترغي في التليفون، بتتشات، تسمع مزيكا، سماعات بينك، فاهم؟ مش جايبه معاها بقى ولا علب بلاستيك ولا هدوم ولا قماش ولا اي حاجه، معاها بتاع صغيره كده في ايديها حاطه فيها الموبايل وخلاص. لما ابنها يفرفر من الجوع خالص بتجيب له كيس جيلي كولا مثلا، وتتلخبط في اسمه، يلا يا يوسف الجيلي كولا هيبرد، يقول لها حمزه يا ماما. هو ولد واحد اللي معاه، مفيش، رايقه خالص يعني. موضوع الامومه ده مش كارهه، مش شغلتها، فاهم؟ جايه هنا غلط، مش منطقتها خالص. في كمان طبعا وانت قاعد على حمام السباحه هتاخد بالك من ام ظريفه قوي اسمها ام الشهيد. انا بسميها كده ام الشهيد. دي الام اللي حاسه ان الخطر بيحوط ابنها من كل ناحيه، قاعده في الكرسي مبرقه عينيها متشنجه، قرصه على ركابها بصوابعها ال10 وبتصرخ بقى ابعد عن السور، ابعد عن السور، ايه العصافير دي؟ ايه العصافير دي كلها؟ اجري يا عمر، انزل تحت الترابيزه، استخبى ورا عمه، اعمل يا كابتن الولد بيغرق، الولد بيغرق، الحقوه. حضرتك ده في تمرين السباحه مش عجبها والحرب خلصت واحتمال يعيش، مش مستاهله. وفي طبعا بقى الام البيزنس، دي الام اللي بتستغل فرصه وجودها في اي تجمعات علشان تبدا تروج لبضاعتها باي شكل كان، يعني 12 حته وبتبيعهم، ما بتكسبش اي حاجه غالبا، عندها احلام ثراء سريع، وغالبا بتستخدم ابنها كمانيكان، يعني هو ملبساه كل منتجاتها، معتمد عليه كشماعه، الستاند المتحرك بتاعها. بصوا يا جماعه التيشيرت ده قرب كده يا حماده، ده قطن 100%، في منه الموف والفستقي والبيبي بلو. بصوا الشورت ده، معلش لف كده يا حماده حبيبي، في منه ولادي، في منه بناتي، سمول وميديوم ولارج. معلش يا حماده اتقلب كده، بص حضرتك في الرجلين ده برضو شكل لطيف، ويعني ساعات يا حرام بتجرب عليه درجات الوان الميك اب، لفه الطرح والاكستنشن وحماده شغال بزنس بقى. في بقى الام البومه، دي اللي هي متشائمه بقى على اي حاجه، يعني يا دي النيله الواد ده شكله كده عمره ما هيتعلم السباحه ابدا. ما هو في ناس كده، في ناس كده لا بتتعلم ولا بينفع معاها ولا بيبان عليها اي حاجه. يعني انا حظي كده، انا حظي مايل، يعني لا تمرين سباحه ولا مدرسه يا ربي. الواد شكله هيسقط السنه دي، بيقولوا الامتحانات جايه من بره المنهج والمدرسين هيستقصدوا الواد غالبا، يعني الواد هيسقط وهيغرق وانا هفشل. ايه ليه بومه؟ وفي ام دي ممكن نسميها ام المجاعه. كل الامهات بتستلقى اولادها بالفوط والبشاكير والبرانس، ودي تستلقاهم بعلبه التلاجة البلاستيك اللي هي مليانه ايه، رز وخضار ولحمه مع بعض، او مكرونه وفراخ، او محشي وكفته، الجو ده يعني كانها رايحه لهم زياره في حجز، مش بقالهم ساعه في الميه. وبعدين قبل ما ينزلوا مباشره ضاربين سندوتشات بيض بالبسطرمه وحلاوه بالقشطه. طب ما انتم مروحين خلاص، يعني نص ساعه وهتبقوا في البيت، ما تعلقي لهم محاليل احسن وهم في البسين. انا بيتهيألي دي ما نسميهاش ام عاديه، دي الماسوره الام. وطبعا في الام الفرانكو اراب، دي اللي بتستعمل لغه هي خليط ما بين العربي نقدر نقول انه انجليزي، يعني هو بس ركيك شويه كنوع من انواع الوجاهه الاجتماعيه، وعشان الولاد برضو ايه ينشطوا الانجليش بتاعهم، يعني اللي هو يلا يا ادم البس الشوز، يلا حبيبي هنركب الكار نروح باي، سي باي لاصحابك، يلا ادي كابتن كيس وهاج، قول لهم سلام عليكم. عارف انت النوع ده من الامهات لطاف جدا. عزت انت فاهم قصدي؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ لا ما فهمتش حاجه. عزت اللي انا اقصده ان بعد كده لما يجي لك دور اب ما تعملوش. يعني اعمل ايه؟ تعمل دور الام يا معلم. ماما، روح قلبي ماما. كل سنة وانت طيبة يا ماما. جايب لي ورد؟ ده ابوك ما عملهاش من يوم كاتب الكتاب، ثم الورد بيموت، انت بتفاول عليا؟ الهدية دي روح وديها لحماتك، روح روح. ماما، حبيب قلبي ماما حميدة، كل سنة وانت طيبة يا ماما. جيب يا مجورة يا أحمد، بتتريق عليا عشان أنا حتى ما بعرفش أشوف في نور النجفة. الله يسامحك
ماما حميدة حبيبي، كل سنة وانت طيبة يا ماما. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ دي حلة آخر موديل. حلة؟ طبعا، ما انت فاكرني بوتاجاز قاعد في المطبخ مستني حلة يلسوع فيها. خد الحلة دي وسخن فيها مية وروح استحمى. يلا عربيتك. ماما أحمد يا حميدة، كل سنة وانت طيبة يا ماما. انت طيب يا حبيبي. ايه ده بقى اللي في ايدك؟ ده خلاط 5 سرعات. خلاط تاني يا عديم الخيال؟ ده انا الامم المتحده لو بعتت لي لجنه تفتيش هتلاقي عندي مخزن خلاطات تحت الارض. رجعه لمراتك، خليها تعمل لك بيه فخفخينه. يلا يا واد، عيال اخر زمن. ماما أنا عارف. ماما 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 تاتا. يا معلم، لا ما كلش معاها، هزقتني بس بالادب. ده انا زعلانه خالص بجد. ماما دلوقتي بس اقدر اقول لك كل سنه وانت طيبه. جايب لي عربيه يا احمد؟ عايزني اتبهدل في السواقه في الشارع؟ يا ريت مش عربيه. هليكوبتر؟ وانا غبي؟ مش هليكوبتر برضه. دي مفاتيح فيلا جديده في هاواي وعلى البحر. ويا اذكى اخواتك هشوف خالتك ازاي. عملت حسابي، جبتلك طياره خاصه. طب ومين اللي هيسوقها؟ وبالطيار بتاعها كابتن مجدي. اتفضل ماما. كابتن مجدي، كابتن مجدي، ماما. مساء الخير يا هاني. سنور. مدام. ها. طب والمين اللي ومضيفه وممرضه. اتفضلوا يا جماعه، منورينا، اهلا وسهلا. مساء الخير يا دون. اتفضلوا. اوه، كل سنه وانتي طيبه يا مامتي، وبعد الايام تفرحي وتتهني وفي عيدك نغني ونضرب لك سلام. يا سلام يا سلام. يا احمد. مش قادره اصدق يا حبيبي. يا حبيبي انا مش عايزه هدايا ولا عايزاك تبعتر فلوسك. انا كل اللي اتمناه اني اشوفك مبسوط انت وعيالك ومراتك. مبسوطين؟ بس انا دلوقتي تعبانه ولازم اروح انام. وبعدين مين اللي هينظف المزبله اللي انتوا عملتوه دول؟ امشي بره بره بره. امشي. لم عيالك ومرجع على بره اتفضلوا. بره. يلا وانتوا كمان يلا بره. بره بره العشاء بتاعكم على القهوه. اتفضلوا. نعرف. قلة يا أدب. رب ينظف ده كله ازاي؟ يلا اتفضلوا. اوعوا. اتفضلوا. لا وانت كمان بره. ماما بره. طب ناكل حاجه؟ بره. طب البيتزا الصغيره دي. بيتزا ايه يا نفس؟ طب يلا. حاجه ساقعه. طيب حاجه ساقعه. ايش سابوني لوحدي والبيت فضي عليا. بيوحشوني ولاد الايه. سمعت انا الحته بتاعت ولاد الايه وبيوحشوني في هو انا عودتك تتصنت على البيبان بره؟ ماما من القاقان الأعظم الظهير الأيسر رأس الحرب الأشعث كابتن هولاكو قائد التتار والمدير الفني للمنتخب الوطني المغولي إلى فين الأمير عز الدين أيبك؟ الامير عز الدين ايبك مات. البقاء لله
وفين الامير اقطاي؟ الامير اقطاي اعتزل. الله يرحمه. لا ده اعتزل عادي، ما ماتش، ممكن يدرب يعني. لا سيبوه. ايه الولد دمه خفيف بيهزر، ضحكته تتاري كده. استنى، انت عايز تفهمني ان في رساله ما وصلتكش؟ انت بتستهبل، الفيس مديني سين. وفين السيده اللي بتحكم مصر؟ ماما ماما بتحكم مصر. ماما بتحكم مصر. ازيك يا حبيبي؟ ازيك اهلا، ازيك يا ماما؟ كات! ايه يا استاذ؟ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ معلش ماما جت. ماما جت؟ وبابا جاي امتى؟ بابا غالبا الساعة 6. راكب ولا ماشي؟ لا ما انا لو قلت لحضرتك بسكليت هندخل في حتة هتهرج يا استاذ. لا والله. بابا ايه وماما ايه؟ جرى يا جدع انت، هو انا مش ماليه عينك ولا ايه؟ لا ماما ده الاستاذ حمدي المخرج اللي حكيت لحضرتك عنه. انت ايه؟ ماما الاستاذ حمدي ماما. اهلا يا حاج. اهلا يا اخويا. ايه النور ده يا ماما، المفاجآت الحلوة دي؟ اصل انا كنت بزور خالتك اعتماد وخدت لها بقيه المحشي اللي كان فاضل منه. بصي ما ينفعش كلام المحشي والحاجات دي تتقال. ما ينفعش، انت منورانا. ما انا قلت لها خساره فيك المحشي. أوكي. وخدته ومشيت وقلت لا بقى انا لازم اروح ازور ابني النجم الكبير. ما شاء الله عليك. لو بس تقعدي 5 دقايق تشربي حاجة كده وانا هخلص هحكم مصر واخلص موضوع التتار ده. بصي منظره معايا خلقهم ضيق. مش هينفع. يلا حبيبتي، ميرسي قوي، منورانا. انا اسف يا استاذ. طيب معلش انا اسف. ستاند باي، هنصور. ايه ده؟ بتعملي ايه يا حاجه؟ مش قلت هنتصور؟ ماما يلا سمع. اوكي. المشهد ده اصله كلامه لعب كده. لا انت قدها، يلا سمع بقى. انا حافظها. قول. تقتلني يا بيبرس. تقتلني بخنجر مسموم. ايوه تقتلني وانا قولها لوحدك بقى. انا المشهد صعب، كلامه صعب قوي. انا مش بحب التاريخي ده. معلش قول يلا. تقتلني وقد كنت سأتنازل. ايوه عن كرامتي. سأتنازل عن ايه؟ ما تبصليش كده. عن الحكم. كنت هقول عن العرش. عرش ايه يا ابني؟ ده انت تنقص نص درجه كده. ماما بص، انا مش قادر، انا تعبان جدا ما انا قلت لك كل دلوقتي وبحفظ بعدين. طيب حاضر. طب شويه نحفظ بس. طب بس خد النسيره دي ترم عظمك. ده انت كمان شويه هتتقتل، وده لوحده بقى ما ينفعش على معده فاضيه. أيوة. ده انت كمان شويه يا حبيبي هتاخد سفوريا في صدرك. يعني المشهد هيبقى محتاج حزق ومزق وقص ولزق. حزق ومزق وقص ولزق. كل يا حبيبي كل، ده انتوا بتتعبوا قوي يا ضنايا. يجوا يشوفوا اللي بيقولوا عليكم بتاخدوا فلوس قد كده. طيب يلا ستاند باي. ايه اللي في بوقك ده يا استاذ؟ طيب اتفضل تف اللي في بوقك. حاضر. احمد انا علمتك كده. تف اللي في بوقك يا استاذ. احمد هتبقى نوتي. تف اللي في بوقك بقى، خلينا نخلص. جرى يا جدع انت، ما تسيبه يتهنى على اللقمه. خلاص يا ماما. ابلع براحتك يا ولد، بقول لك ابلع براحتك. حاضر بلعت، تفيت. طب يلا ستاند باي. طيب اتفضل يا حاج. ماشي يا اخويا. اند اكشن. أتقتلني يا بيبرس؟ أتقتلني ايه؟ فين الكلام؟ فين الكلام؟ رايحه فين يا حاجه؟ يا اخويا مش احسن ما يقشط لك على المشهد؟ الخنجر المسموم ارحم. قول لي يا حماد، اي ماما. صاحبك اللي هناك ده بيعمل ايه؟ لا ده بيظبط الكاميرا علشان نصور بقى مصوراتي يعني. مصوراتي. عارف وانت صغير كانت صورك بتطلع حلوه قوي. هو بيطلعك حلو كده برضو؟ ده لو طلعني اصلا يا ماما. انا بقى نفسي بقى تشتغل زي الراجل المخرج اللي قاعد هناك ده. مش معنى يعني. ما بيعملش حاجه، سايبكوا يا اخويا تشتغلوا وتمققوا عينيكوا وهو قاعد يتفرج على التلفزيون. لا تلفزيون يا ماما، ده بيشوف المونيتور. ان شاء الله يكون بيتفرج على حديث الروح. وبعدين ده فالح كل شويه يقول لي اكشن اكشن. ده انا لو جبت عيل من بتوع الميكروباص هيقول احسن منه. بصي بصراحه هي في دي عندك حق. هو قاعد ما بيعملش اي حاجه. هو لو بيفهم ما يعيدش 80 مره يا ماما. ده بيتعامل معانا على اننا تماثيل.
مش هو ده اللي انت قلت لي عليه بطيخ؟ ايوه اللي انا مسجله على الموبايل حمدي بطيخ. هو شكله كده بطيخ. بطيخ خالص. انت اول ما تخلص عايزك كده تكلم زمايلك يصورونا صورة حلوة كده بالكاميرا الحلوة اللي هناك دي، عشان احطها على الجروب اللي في الواتس بتاع خالاتك. لا بصي مش لازم الكبيره دي، اقول لك على حاجه. تيجي ناخد سيلفي ولا ما تحبيش المغامرات؟ لا ناخد سيلفي. مغامرات؟ لا مش لازم كده. بصي اقول لك على حاجه، تيجي نقول تشيز. ايه ولا قله الادب دي؟ لا اللي هي الجبنه يا ماما، التشيز العاديه. الكهن ده. طب ما نقول جبنه. طب نقول جبنه. لا استنى خالتك اعتماد بتتصل. طيب ماشي. ايوه يا اعتماد. جاهز يا استاذ؟ يا استاذ يلا بينا. بعد كده لما تحب ترغي يبقى اقفل المايك بتاعك، عشان انا قاعد على المونيتور وسامع كل حاجه. لا دي الحاجه دردشه دي، ده انا مش قاعد في البطيخ. ها ما هو البطيخ حاجه وحشه. حاجه وحشه. محسن محسن ليه؟ هات الخبز بس اللي هناك دي. اتفضل. حلو حسن. ايوه يا استاذ. في ايه؟ محسن خد الدور مكانك. لا انا كنت بحب الدور ده جدا. في ايه؟ ماما هو اخد الدور يا ولا بطل شحتفه وقول لي في ايه؟ ايوه بطيخ خد الدور. محسن بيجي كده ياخد الدور. محسن دي دلوقتي بس خد منك الدور بتاعي انا خدته. مفيش ليه؟ ايه بس خدت منه الدور ليه يا استاذ؟ انا حر. انا حر يا امي. بصي يعني ايه حر؟ الله، والتسميع اللي قعدنا نسمعه والتشكيل اللي شكلناه ومنهدل مع الولا طول النهار، يعني ايه حر؟ رجع له الدور احسن لك. حاضر هرجعه له. حاضر يلا. لا يا حبيبي رجعه له قدامي دلوقتي. اتفضل يا حبيبي. ما تيجي تخرج احسن يا امي. اخرك وانتوا بتعملوا حاجه اكشن كات، هي شغلانه يعني؟ اتكل على الله، روح يلا شوف بتعمل ايه. يلا يا محسن. يلا حبيبي معلش يا بابا. اوعى تخلي حد ياخد دورك منك. حاضر. يلا يا حبيبي روح اغسل وشك كده وروح. حاضر. يلا. حاضر. معاك منديل تنف؟ في كمي هنف. يا ولا هتوسخ الهدوم، والراجل الستايلست هيدوخنا. مهما عملتوا فيا مش هتنازل عن حق شعب مصر كله. كات. لا الكلام ده ما ينفعش. ده انت يا ابني مجروح ومنفعل. وبعدين بقى لما تيجي تقول شعب مصر كله لازم تقولها بفشخره كده. اقولها بفشخره كده يا استاذ؟ اسمع كلام ماما يا احمد. اوكي. تعالى يا حبيبي تعالى. ماشي، روح اعمل لي واحد شاي. جاهزين يا شباب؟ 3 2 1 اكشن. اجمل حاجه في الامهات انك تحس ان كلهم واخدين نفس الدوره التدريبيه في الامومه. واخدين نفس المنهج، مذاكرين من نفس الملزمه، ويا ريته بفايده. انت عارف حضرتك انا مثلا ايه بلاحظ كده شويه ان الامهات عندهم تهديدات مش مرعبه بالمره، وجمل كده غريبه وسرياليه حبتين ما تفهمهاش خالص. يعني مثلا تهديدات من نوع ايه؟ تقول لك هقوم لك ولد، هقوم لك. طبعا اولا هي عمرها ما نفذت التهديد ده خالص، وعمرها ما قامت فعلا، ولا عمرها هتقوم من مكانها. اصل انا بالنسبه لها اتفه بكتير من انها تبذل المجهود ده علشان يعني. بعدين افرض انها قامت، معلش يعني ايه الرعب في كده؟ مش فاهم. واحده ست زي القمر كده زي ماما ومعهاش سلاح الا يعني الابره بتاعت التريكو ولا حاجه، وهتقوم ومفيش اي مفاجاه في الموضوع لانها بتحذرني، بتقول لي هقوم لك. فايه اللي ممكن يحصل لو قامت؟ فين التهديد؟ لو قامت هجري بسرعه واقعد مكانها وخلاص. التهديد الشهير بقى اللي هو بتاع ايه؟ انت مش لاقي كذا، طب لو قمت وجبتها لك والله يبقى كتر الف خيرك. يعني انا مش فاهم المفروض اخاف من انك تلاقيها ليه؟ يعني ما انا بدور عليها اصلا، لو قمتي وجبتيها لي هنبسط. فين الخطر؟ هاتيها. تيجي ماما برضو تقول لك ايه؟ انا هعيد تربيتك كلها من الاول وجديد. على فكره انا اللي المفروض ازعل واتعصب واقلب الدنيا، مش حضرتك. انا الزبون، المفروض ان انا جاي علشان اتربى، ده كان الاتفاق من الاول. الشغلانه باظت بقى ست الكل دي مش من عندي انا مش هشيل العطله دي. انا مش كفايه ان انا ما خدتش خدمه كويسه وانت مهمتك الاساسيه باظت وباعترافك، ويبقى مين اللي يقفش؟ معلش عايزه تعيدي تربيتي يبقى على حسابك، وكل واحد يشيل شيلته بقى. يعني ما توفقتيش في المره الاولانيه وانا سكت، ما حبيتش اعمل مشكله، كمان بتشخطي فيا.
وبعدين دي المفروض تبقى جملتي انا بقى بالمناسبه. انا الشغل ده ما يعجبنيش، اتفضلي عيدي لي على تربيتي كلها من الاول بقى، ومعلش ركزي تاني علشان خاطر شغلك يبقى كويس المره دي. وعلى فكره التربيه لو ما عجبتنيش المره دي مش هستلمها. اتصرفي بقى يلا بقى. ولما ماما تزهق بقى تلاقيها بتقول لك ايه، والله لا اسيب لكم البيت وامشي ومش هتعرفوا لي طريق تاني. انا سمعتها كتير قوي الجمله دي بصراحه. طب وليه يا ماما جو برامج المفقودين بتاع القناه الثالثه ده؟ ليه تغيبت عن المنزل الحاجه فلانه منذ 3 أسابيع نفسك تسمعي الجمل دي يعني؟ ليه كده؟ ليه جو المطاردات والاكشن والقفش وبتاع؟ طب ما تسيبي البيت يعني ونعرف مكانك عادي لو انت عايزه تفكي شويه. لسه سسبنس. ما هو انت يا اما عند خالتي اللي في فيصل يا عند طنط نوال جارتنا اللي في الرابع. هي دي الاماكن اللي انت بتروحيها، مش لغز يعني. اللي انا قلته ده طبعا كان عينه عشوائيه من تهديدات الامهات اللذيذه. ماما بقى كمان عندها شويه جمل سرياليه ملهاش اوقات محدده، ودي بقى انت ما بتفهمش ايه المطلوب منك او ايه المقصود بالكلام. شويه طلاسم كده، بس من ماما بتبقى الطلاسم دي زي السكر. تقول لك انت فاكر البيت ده بنسيون تاكل وتشرب وتنام؟ الحقيقه ايوه، انا فاكر ان هي دي وظيفه البيوت الاساسيه. دي معلوماتي، ان اكل فيه واشرب وانام. انا مش جاي استخرج فحم، ولا حضرتك كنت جايباني اغير الديكور. انا جاي اكل واشرب وانام. بس لو في اي انشطه تانية حضرتك تحب ان امارسها انا ما عنديش مانع. يعني في عندكم ايه في البيت؟ في دورات تدريبيه، في نادي صحي، صالون ادبي، تعليم تريكو. انا صحيح كان بقى لي فتره عايز اتعلم ياباني في البيت. لو عندكم السكه دي اعمل ايه؟ طيب ما انا بلاش انام. او مثلا تقول لك ايه يا اخويا، يا ريتك حافظ دروسك زي ما انت حافظ الاغاني كده. يا ماما انت مش هتنبسطي لما تشوفي شاب مراهق بيستحمى وبيدندن مثلا نظريه فيثاغورس. ايه علاقه الاغاني ايه المقارنه دي؟ الحاجات ليه داخله في بعضها؟ عايز افهم. او تقول لك مثلا ايه زمان واحنا صغيرين تقول قوم اقرا لك كلمتين ينفعوك. بص يا ماما، اعظم كلمتين في الوجود مهما كانوا لا يمكن ينفعوا اي حد باي شكل من الاشكال. كلمتين هيعملوا ايه؟ وبعدين انهي كلمتين؟ طب ما تكتري العدد شويه، يعني خلي ايدك فرطه. قولي لي خد 12 كلمه 47 كلمه، مش كلمتين. طب تختار لي كلمتين على الاقل يعني، ما تسيبنيش كده. او تقول لي مثلا انت فين؟ تقب وتغطس وتبقى قدامي حالا. اقب واغطس ليه بس يعني؟ هو انا جاي في الاتوبيس النهري هطلع لك من البلاعه؟ انا جاي بري عادي من الدائري. لما اجي بقى الاقيها ايه قاعده في الضلمه تهز النجفه، قاعده على الكرسي المذهب الكبير بتاع الصالون مدياني ظهرها وتأدي بقى اداء مرعب. خش واقفل الباب وراك. الساعه كام في ايدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كل جو الاف بي اي بقى اللي احنا ايه عارفينه ده. يعني كانها بالظبط مسكاني تحري او رجالتها جابوني في شوال. انا راجع البيت بارادتي على فكره يا ماما. هخش طبعا وهقفل الباب ورايا وهطفي النور وهلبس البيجامه وكل حاجه. في ايه؟ ابدا اجاوب بقى على اسئلتها العميقه دي بقى كلها، ولسه هفتح بقي تقول لي لا ما تردش عليا. الله، طب ما انت بتساليني، انت مش سالتيني انا كنت فين؟ المفروض السؤال انت كنت فين ده اعمل ايه؟ اطلع الخريطه واشاور مثلا؟ ابعت لك لوكيشن؟ اعمل ايه؟ زي ماما برضو تيجي في لحظه كده وتقول لي انا رميت طوبتك خلاص. انا عايز افهم ايه موضوع الطوبه. ولما هي طوبتي انا بتعمل ايه عند حضرتك؟ يعني هل شايلها في النيش مثلا لغايه ما تتم 21 سنه؟ طوبتي انا حر، ما حدش ياخدها، ما حدش يرميها. بعدين انا مأمنك عليها تروحي ترميها كده في ساعه غضب من غير ما تاخدي رايي. طب رميتيها فين طيب؟ انا هروح اجيبها واشيلها بمعرفتي خلاص كده. رميت يعني كل اللي بينا انتهى، علاقتنا باظت اتدمرت، هنقطع الجوابات ونرمي الطوب. انا والله ما عنديش مانع ماما تقول اللي هي عايزاه. كفايه اللي انا بعمله فيها الصراحه. لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى فاهم بس انا بتهزق من انهي حته.
اوعى تفتكر انك كأب ممكن تقارن نفسك او مشاكلك او ضغوطك بالامهات. اوعى يعني تقعد تقول لي بقى انا عندي فلوس ومشاكل ومديري بيغلس عليا. حبيبي خلينا نبقى حقانيين، مفيش مقارنه ما بين اللي العيال بيعملوه في الامهات وما بين اللي المدير بيعمله فيك. يعني عشان تفهم قصدي، عمر مديرك اللي في الشغل ده جه قاعد فوق كتافك؟ عمره فجأة ساب مكتبه وقرر يقعد جنبك يصرخ في ودنك بدون أي سبب واضح أو أي طلب محدد؟ هل مديرك مثلا بيشد شعرك في اتجاهين عكس بعض لحد ما تحس إنك فقدت الذاكرة؟ بيوقع كورن فليكس على شغلك؟ بيتفتف الأكل في وشك؟ بيرمي نفسه على الباركيه في المكتب ويعيط ويرفص؟ مديرك بيمسكك من وشك كده بيقعد عشان تبص له، يقعد يحوله بعنف كده، يشده كده 83 مره في اليوم عشان تبص مثلا على لوحه مديرك راسمها عباره عن خط بالقلم الشمع زجزاج وفيه خرم، بس هو ده كل الفن. مديرك بيضرب اخوه او زميله يعني بسيف باور رينجرز في اي حته. هل بيلون على الحيطه بتاعت اوضتك بالمكياج ويتخض فيحاول يمسحه بكريم الشعر؟ مديرك بيعمل كده. اؤكد لسيادتك ان لو المدير بتاعك عمل يعني حاجتين بس من الليسته دي كلها وانت ما قمتش مسكته كلته علقه موت وصوتك جاب لاخر الشارع، يبقى قول بقى يا سيدي ان الستات بتأفور وان هم بيقولوا اي كلام وبيتشطروا على اللي اصغر منهم والحاجات دي. حط نفسك مكانها يا اخي، هي الست هتعمل ايه يعني؟ يعني يا اما هتصرخ وهتتنطط لها شويه، يا اما هتمشيها قانوني وتنزل تعمل لهم محضر عدم تعرض في اقرب اسم شرطه ويجرجروا بعض في المحاكم بقى. بص من الاخر بقى، الامهات دول يعملوا اللي هم عايزينه ويبقى على قلبنا زي العسل كمان. لازم تقدر بقى يا اخي مراتك ماما لما تشوفها منكوشه كده وفي حاله وحشه في المطبخ، الشبشب في ايديها كده وحله الآلية تحت باطها وبتصرخ، تقف تاخد جيست. ده يوم جميل، يوم لطيف، بس تاخد ساتر برضه عشان اي حاجه ممكن تلوشك، تلبس تقيل ها، وتقف بطريقه لذيذه وتبتسم وتقول لها كل سنه وانت طيبه يا ماما.